مرحبا. اليوم بس رح نرجع نشرح طريقة تانية لتفعيل واتساب أو فايبر أو فيسبوك أو برقم وهمي أمريكي. طبعا من كم يوم نزلت شرح على برنامج تطبيق تاني اسمه تكست فري، وعدت من انه راح اشرح السايد لاين، بس على حظنا وقف السايد لاين والتكست فري حاليا. ان شاء الله في حال رجع راح ارجع اخبركم. طبعا اليوم عندنا تطبيق هو تالكتون متوفر على المتجر، وراح نرفعه على رابط خارجي. طبعا بتلاقوا كل الروابط اسفل الوصف بالفيديو. نبلش بالتسجيل. نفتح البرنامج. نجي على سيجن اب اللي هي طبعا فيك تسجل عن طريق مسج. اذا حبيت تنزل التكست بلس او النكست بلس تاخذ عن طريقه، تحط الرقم الامريكي حصرا وتسجل رقمك. وفيك تسجل عن طريق الايميل. اذا جيت لهون don't have موبايل نمبر تكبس عليها تجي على طريق الايميل. نختار ايميل. طبعا الايميل لازم يكون حقيقي لانه راح تتوصل بكود التفعيل عليه. علم ايميل انت فاتحه او عندك اياه على التليفون، على اللابتوب، على اي شيء. حتى لو كان ايميل مهمل مؤقت مثل ما بيسموه، المهم بيوصلوا كود التفعيل. بنجي بنكبس continue وبنستنى كود التفعيل على الايميل. نستنى شوي نشوف اذا راح يوصل. هي وصل. نفتح بنشوف الكود. طبعا الكود هو 7526. وفيك كمان من دون ما تكبس على الكود تجي على if link، يعني تضغط على open this link وبيمشي الحال. في حال كان لا سمح الله ما شفت الكود، النت عندك شوي تعبان. فالكود 7526. نرجع 75 على حظي هلا عم تتحدث الكيبورد. 7526. بهيك تمام. فيك تكمل عن طريق الفيسبوك عملية التسجيل، راح يعطيك الاسم والعمر وفيك تعبي المعلومات انت من عندك. العمر فيك تحط اي عمر ودن. اذا هذا بقى من اللي اعطانا اياه. طبعا قبل ما تكمل وتاخذ الرقم لازم تتأكد منه اذا موجود على واتساب او محظور او لا. هاي اهم شيء. تروح تتأكد منه على واتساب شغال او لا مثل الفيديو الماضي. اذا ما عجبك هذا الرقم، ما عجبك هذا الكود، فيك تجي if you don't like this number you can choose a different one، يعني انه تختار رقم تاني. فينا نكبس على different one. ليش هيك تليفوني صار يجمد. فيك تختار اي رقم من هون. فيك كمان تغير كود الولاية. طبعا في كودات كتيرة، انا حطيت لكم بعض الكودات اللي مستحيل انه ما يروح عنهم التفعيل. مثل الكود هو هذا 778. وتختار اي رقم. وفيك تاخذ انت رقم من اي 604 شغال كمان. 203 بعتقد شغال ماني متأكد منه. بس انت فيك تجرب وتشوف الكود اللي
بتحب او حبيت الرقم وحابب تاخده، فانا متعود على 778 راح اخذ رقم 778. طيب ناخذ اول واحد 778 725. روح على واتساب، ما منفعله نتأكد منه على واتساب. حط هون الولايات المتحدة ونجي 778 502 نسيت الرقم 725 720 25 5799 5977 5977. نتأكد إذا الرقم مو محظور. تمام، الرقم شغال. مثل ما قلت لكم فيك تغير الرقم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، بس قبل ما تكمل التفعيل بواتساب لازم تكمل عملية التسجيل بالتالكتون. نجي على continue و got it no emergency call، يعني عم يقول لك انه ما فيك تتصل اتصال طوارئ. اوكي، هون مشان اذا بدك تبعت دعوة لأصدقائك، إذا حبيت تبعت دعوة لأصدقائك عن طريق هاي الدعوة رح تكسب كريدت. طبعا البرنامج بيعطيك كريدت حتى تتصل على أرقام خارج الولايات المتحدة، اتصال رمزي. وضمن الولايات المتحدة فيك تتصل يعني أرقام أمريكية، إن كانت وهمية ولا إن كانت صحيحة فيك تتصل مجانا من هذا البرنامج. إذن فعلنا البرنامج، بنرجع على واتساب لنكمل عملية تفعيل الواتساب. بس له تم، نستنى شوي رح تجينا مسج نقول له نعم اوكي تم، ونعطيه اتصل بي. رح نستنى الاتصال وناخذ الكود. مثل ما شايفين بنرد على الاتصال 1 2 4 6 3 6. أنا ما بدي إياه هيك، أخذت الكود ومشي الحال. إذا رمز تحقيقك 1 2 4 6 3 6. مثل ما شفتوا تم. مبروك عليكم الرقم. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تشاركوا مع أصدقائكم، واشتركوا بالقناة. وإذا أي تطبيق أي برنامج بالأندرويد أو اللابتوب ويندوز عندك، بس تترك لي تعليق تحت الفيديو أو بالمدونة، وفيك تشوف صفحتي على فيسبوك أو وشكرا لكم. باي.